هنا بوابه المنوفيه، وده اللي دخلني المنوفيه. حاج محمد وصال بوابه المنوفيه يا اخاه. بتاع الصلاه على النبي بيقول لك ابوه واخوه حبيبه. حاج محمد كله ببركه حبيبك سيدنا النبي. دخلته ليها هيبة وكلمته مسموعة وبتمشي على الكبير والصغير. أقل جلابية عنده بتتفصل بالآلاف، وبيدخل الفرح ينقط برزم فلوس. أهل المنوفية مسميينه ملك القعدات العرفية، وبيحكم بالعدل وما بيجيش على حد ضعيف. مصاحب كبار رجال الأعمال، ودخل سوق العقارات بقوة. مكتبه مفتوح لأي حد وطلبات الناس بينفذها. إيه حكاية المعلم محمد وصال؟ تعالوا نشوف. في قلب المنوفية وبالتحديد من شبين الكوم طلع اسم تقيل في وسط الناس، وهو المعلم محمد وصال، اللي الكل بيناديه بلقب واحد بس، عمدة المنوفية. وده اسم مش جاي من فراغ، لكن من سنين طويلة وهو واقف وسط الناس شايل همهم، وبيحاول دايما يكون صوت الحق والعدل. محمد وصال مش مجرد راجل معروف وخلاص، ده راجل ليه دور كبير ومؤثر، خصوصا انه مسؤول في لجنة عمال النقل البري في شبين الكوم والباجورة. يعني مش بس بيسمع مشاكل الناس، ده كمان بيشتغل على حلها بشكل رسمي، وبيجري ورا حقوق العمال لحد ما ترجع لهم. الناس هناك عارفاه كويس انه لما يدخل في موضوع بيخلصه، ما بيسيبش حد مظلوم. وكمان هتلاقيه شاطر جدا في تجارة العقارات، وعارف السوق ماشي ازاي وبيتحرك فيه بذكاء. وقدر في وقت مش طويل يبني اسم كبير في المجال ده، وده خلاه يبقى قريب من كبار رجال الأعمال في البلد، وظهر معاهم كتير في فيديوهات. لكن رغم كده عمره ما اتغير ولا نسي أصله. أول ما تشوفه هتاخد بالك من هيبته، حضور كده يفرض نفسه من غير ما يتكلم، لكن في نفس الوقت وشه دايما بشوش يطمن أي حد يقعد معاه. الكبير يحترمه والصغير يحبه، وده مش سهل يتجمع في شخص واحد. يمكن عشان كده الناس سمته ملك القعدات العرفية. والقعدات العرفية دي حكاية لوحدها. لما مشكلة تكبر بين اتنين أو عيلتين في المنوفية، أول اسم بيجي في بالهم هو محمد وصال. بيقعد ويسمع من ده ومن ده ويفهم كل التفاصيل، وبعدها يحكم بالعدل. عمره ما يجي على مظلوم ولا بيجامل على حساب الحق، علشان كده حكمه دايما بيتقبل حتى من اللي خسران. وعلى سيرة الجدعنة، محمد وصال معروف جدا بوقوفه جنب الناس في كل المناسبات. في الأفراح أول واحد يدخل وفرحته تبقى من القلب، وينقط مش بورقة ولا اتنين، ده برزم فلوس، وكأنه بيشارك أهل الفرح فرحتهم بجد. وفي العزا هتلاقيه حاضر وواقف جنب أهل المتوفي، وبيواسي ويدعم من غير ما حد يطلب. ورغم علاقاته الكبيرة وشغله اللي ممكن يخليه يعيش بشكل مختلف، تلاقيه محافظ على لبسه البلدي. الجلابية هي هويته، مش أي جلابية وخلاص، ده بيتقال إنه أقل جلابية عنده تعدي 5000 جنيه، لكن الأهم إنها بتمثل شخصيته وأصله، رغم إنه يقدر يلبس أغلى بدلة. العمدة محمد وصال نموذج للراجل اللي جمع بين الهيبة والطيبة وبين القوة والعدل. عارف إمتى يكون حازم وإمتى يكون حنين، وده سر حب الناس ليه، وسر إنه بقى عمدة المنوفية مش باللقب لكن بالمواقف. وفي زمن كتير فيه بيدور على مصلحته، محمد وصال اختار يبقى في ظهر الناس، وده اللي خلى اسمه يفضل عايش في قلوبهم قبل ما يكون على لسانهم.